من الذي سيحدد هذا الأمر؟ هم الناخبون في انتقائهم، بعيد عن أي تعصب أسري، تعصب قبلي، تعصب حزبي، تعصب فئوي، تعصب مصلحة. إذا أردنا أن ننهض في الكويت فيجب علينا ماذا؟ أن نبذل لهذه الكويت. أعطتنا الكثير، فماذا يجب أن نعطيها؟ فإذا إجابة على سؤالك، التوتر لن ينتهي ما لم يحصل إصلاح، والإصلاح الحقيقي لا بد أن ينبع من الحكومة. لا بد أن ينبع وأن ننتقي أفراد نعم هم كفء وهم على دراية فيما يقودونه وفيما يديرونه وفيما يقومون عليه. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا نريد وزير نائب يصرخ بويها يروح ينحاش، ولا نائب يهدده ويروح خلاص يستجيب له. طب أنا نائب الآن جايب 60-70 معاملة وظف لي فلان، ولا ترى في المجلس أشلخك. لا، نريد وزير قوي، هذا يخالف القانون. فإذا تبنت الحكومة الإصلاح واتخذت كما قال الله سبحانه يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى من نفسه القدرة على إدارة البلاد وإخراجها مما هي فيه من أزمة اقتصادية كبيرة، ماذا قال؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أي حفيظ لهذه الخزائن، عليم بإدارتها وكيفية تدبيرها.